السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد نجيب، والنهارده هراجع معاكم فيلم مميز جدا، وفيلم النهارده هو The Banshees of Inisherin. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. أحداث الفيلم ده بتحصل في القرن العشرين، تحديدا سنة 1923، وبتتكلم عن اتنين أصدقاء أقرب ما يكون لبعضهم، ولكن بدون أي مقدمات في الدنيا بيقرر واحد فيهم إنه ينهي علاقة الصداقة دي بشكل كامل. الطرف التاني بيرفض نهاية العلاقة بالسهولة دي، ولكن القرار ده بينتج عنه كوارث للاتنين. فإحنا دلوقتي محتاجين نعرف إيه هي نوع العلاقة دي بالظبط، وايه هي بالظبط الاسباب اللي وصلت واحد منهم بانه ينهي العلاقة دي، وايه هي نوع الكوارث اللي ممكن تحصل. قصتنا تبدو انها غريبة وخارجة عن المألوف، ولكن القصة دي فيها عمق درامي قوي جدا، وكمان قصتنا فيها اسقاطات سياسية عن قضية مش كتير بيتكلم عنها. فلو انت ما اتفرجتش على فيلم The Banshees of Inisherin انصحك انك توقف الفيديو هنا، لان اللي جاي هيبقى فيه حرق للاحداث. ولكن قبل ما تقفل الفيديو خليني اقولك على كام حاجة مهمة جدا. الفيلم ده فيه مشاهد عري، ولكن بكميات قليلة جدا، تقريبا هو مشهد واحد بس، ولكن المشهد ده كان مهم جدا علشان ده بيوضح الطبيعة الوظيفية للشخص نفسه. لما تتفرج على الفيلم هتفهم، هو مشهد واحد فقط لا غير. وان فيلمنا كمان فيلم درامي سياسي واقعي، فلو انت مش من محبين الدراما والقصص اللي فيها اسقاطات سياسية عن قضايا معينة ولكن بشكل غير مباشر، ما اعتقدش ان الفيلم ده ممكن يعجبك. دلوقتي اللي ما شافش الفيلم يقدر يقفل الفيديو ده هنا، علشان هبدأ اتكلم بحرية حرق، علشان محدش يجي يقول لي انت بتحرق في القصة. فتقدروا تعتبروا ده انه سبويلر اليرت. وقبل ما تقفل الفيديو ده اعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نخش في الموضوع. Harlem's Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن الشخصيات الأساسية للفيلم. قصتنا هنا بتدور عن علاقة صداقة ما بين بادريك واللي بيلعب الدور ده كولين فارل، وما بين شخصية كولم واللي بيلعب دور بريندن جريسون، وهما الاتنين أصحاب من زمان جدا. ولكن بشكل مفاجئ كولم بياخد قرار بانه ينهي علاقة الصداقة دي بدون ما يدينا اي مقدمات في الدنيا في بداية الموضوع. ولكن بكل تأكيد بادريك مش بيعدي الموضوع بالسهولة دي، فكان لازم ياخد سبب مقنع لإنهاء العلاقة من كولم. فيبدأ يوضح لنا كولم انه وصل لمرحلة معينة من عمره وخلاص ما بقاش قابل انه يضيع اي وقت او يهدر اي وقت باقي في حياته في العلاقات الاجتماعية السخيفة الغير مثمرة على الاطلاق، واللي القعدات الاجتماعية والكلام الفاضي بدون اي فايدة. هو محتاج ان هو يعمل حاجة معينة علشان تعيش له بعد ما يموت. زائد انه ما بقاش بيحب بادريك زي الاول، واصبح بيشوفه شخص ممل جدا. ومن هنا هتجيلك فكرة الفيلم على اساس انها بتتكلم عن استغلال الوقت في حاجة بتحبها افضل من اهدار الوقت ده في العلاقات الاجتماعية اللي ملهاش اي 60 لازمة. ولكن هل هيقبل بادريك الموضوع ده؟ بكل تأكيد لأ. فبيحاول يتكلم معاه مرة واتنين وتلاتة علشان ياخد تفسير أعمق من كده، لدرجة إن بادريك بيبدأ يدخل ناس تانية في الموضوع علشان يرجعوهم زي الأول، ولكن ده بيتسبب في مضايقة بادريك بشكل غريب وغير طبيعي وغير مصدق. فبنوصل لمرحلة إن كولم بيقسم لبادريك إن كل مرة هيجي يكلمه فيها هيقطع صابع من صوابعه وهيرمهوله، مع إن صوابع إيديه دي هي أغلى حاجة عنده أصلا، لأنها هي اللي بتساعده في تلحين أفضل حاجة عنده والحاجة اللي هو بيحبها والحاجة اللي هتعيش له بعد ما يموت. فعلى مستوى التمثيل بريندن جيلسون قدم أفضل ما عنده من أداء. على مستوى الحركة والتعبير والمصداقية والخزي قدر يوصل لنا صورة الشخص اللي مل الحياة وأصبح غير قادر على الاستمتاع بالاجتماعيات السخيفة الغير مثمرة. أما بالنسبة لكولين فارل، فكولين فارل هنا كان عبقري جدا في تجسيد شخصية بادريك، وضح لنا سذاجة الشخصية، لأن الحب لما بيزيد عن حده بيتحول لسذاجة وابتذال. وفي نفس الوقت قدر يقدم لنا العمق الدرامي اللي موجود جوه الشخصية دي، من مشاعر فقدان ومن فراغ عاطفي ومن شعور بالوحدة، وعارف يوصل لنا فكرة ان الحياة مش مجرد ان احنا نيجي فيها علشان ننتج حاجة معينة علشان الناس تفضل فاكرانا بيها بعد ما نموت، بل ان الحياة دي فيها عاطفة وحب ومشاعر هي اللي بتعيش، وهي فعلا اللي بنفتكر بعضنا بيها. مش مطلوب من كل الناس اللي موجودين في الحياة دول انهم ينتجوا حاجة معينة علشان تعيش لهم بعد الممات، مجرد انك تكون شخص كويس بس مع الناس والناس بتحبك، الناس هتفتكرك عادي جدا لغاية لما يروحوا لك اصلا.
وبرضه الفيلم ده وضح لنا ان نهاية العلاقات الغير مبررة ده ناتج عن مشاكل نفسية بيمر بيها الشخص نفسه اللي قرر انه ينهي العلاقة دي. فعلى مستوى التمثيل شفنا اداء تمثيلي محترم جدا ويستحق كل الاحترام والتقدير، ولكن موضوعنا في الاساس مش مجرد علاقة صداقة، بل هو اسقاط سياسي عن الحرب الايرلندية الاهلية The Irish Civil War، وده ياخدنا لنقطة الاسقاطات. يلا بينا. مع شوية تعمق في أحداث الفيلم هنفهم إن أحداث الفيلم بتدور أثناء الحرب الأيرلندية الأهلية في القرن العشرين في جزيرة معزولة، والجزيرة دي في الأساس هي تجسيد لأيرلندا نفسها، وهي جزيرة إنشرن. وإن نهاية الحرب الأيرلندية دي محزنة للغاية، بتكون ما بين رجال أيرلنديين ضد رجال أيرلنديين، حرب بين الأهل والإخوات ضد بعضهم، حتى أعز وأقرب الأصدقاء بيحاربوا بعضهم، وكولم وبادريك دول هما بيمثلوا الشعب الايرلندي. وبرضه فيلمنا هنا بيوضح لنا ازاي نقدر نخلي الكراهية دي تقل مع مرور الاجيال الجديدة. هتشوفوا في الفيلم شخصية غير مفهومة لحد ما، وهي شخصية ماككورماك. ماككورماك دي هي عبارة عن البانشيز، والمعنى التقريبي لكلمة بانشيز هي وصف لروح النساء اللي بتحذر من الموت بطرق غير مباشرة ومعرفة ما سيحدث مستقبلا. ودي تقريبا شخصية موجودة في التاريخ الأيرلندي وهم مؤمنين بوجودها. تعالوا نتكلم شوية عن مشاهد معينة موجودة في الفيلم فيها إسقاطات جدا قوية ومعاني في غاية القوة. فعندنا مثلا مشهد حرق بيت كولم. بالرغم ان بادريك اصلا هدد كولم في الحانة في البار اللي كانوا بيسهروا فيه دايما، وبيهددوا تهديد صريح، وبالرغم من كده مفيش اي حد تدخل مع انه حدد الساعة والوقت اللي هيروح يحرق فيه البيت. ولو هتتكلموا انهم ما كانوش مصدقين ان ده ممكن يحصل وان بادريك ممكن يعمل كده ويحرق بيت صاحبه كولم، فقبلها كولم برضو ادى وعود غير مصدقة ونفذها، فبالتالي بنسبة 100% بادريك هينفذ وعده هو كمان. فعدم اتخاذ اي قرار من الناس اللي موجودة في انقاذ حريق المنزل ده اسقاط قوي جدا على التسيب اللي موجود في الشعب ذات نفسه، ودليل قوي ان محدش مهتم بالتاني. اعملوا اللي انتوا هتعملوه في بعضكم، احنا ملناش فيه. فاهمين؟ هو الموضوع جاي من النقطة دي، وده اللي بيزود الحرب نار. وكمان في نفس احداث المشهد كان في دليل قوي جدا برضو بعدم تدخل الشرطي في انقاذ ما يمكن انقاذه اصلا، بالرغم ان هو هدده تهديد صريح. وده برضو يرجع لمشاكل نفسية للشرطي ده ذات نفسه، وبرضو يرجع لعدم اهتمام الشرطة بمشاكل الشعب وما بين الحرب الأهلية بينهم وبين بعضهم. فالشرطي زي ما قلت لكم كده بيمثل الحكومة الأيرلندية بأكملها، ووقتها الحكومة الأيرلندية كانت بتتسم بالغباء والتنمر والعنف، واحنا شفنا ده في مشهد عنفه مع ابنه بالضرب، وفي مشهد عنفه مع بادريك ذات نفسه بالضرب. وفي كمان مشهد تاني حصل من الشرطي مع شيبان اخت بادريك لما وصفها ان اساسا محدش بيحبها في الجزيرة كلها، ومن ما لا شك فيه ان الموضوع ده اثر عليها بالفعل، وبسبب ده خدت قرار انها تسافر لدولة فيها شعب اكثر تفهما وتقبل للاخر. اما بالنسبة لمشهد اوريوردان بائعة اللحوم، الست دي بتمثل طريقة نقل الاخبار في الجزيرة، من الاخر كده بتمثل الاعلام بعدم مصداقية الاعلاميين في نقل الاخبار ذات نفسها. فلما بادريك راح لها ونقل لها خبر تعامل الشرطي مع ابنه بعنف، هي رفضت تماما استقبال الخبر ده على اساس انها اخبار مش مهمة واخبار مشينة. والمشهد ده هنا بيجي كنوع من انواع عدم التركيز على مشاكل السلطة والتركيز فقط على مشاكل الشعب، على اساس ان التخلف الفكري اللي بيحصل والحرب الاهلية ناتجة عن الشعوب نفسها. ولكن في حقيقة الامر ان الحكومة هي اكبر سبب للحرب الاهلية. تعالوا نتكلم شوية عن السينماتوجرافي في الفيلم ده. كادرات التصوير هنا عميقة ومبهرة وليها معنى في كل وايد وكلوز شوت. كل مشهد من المشاهد كان ليه معنى وإسقاط معين. فعندك مثلا تشاجر العصافير بينها وبين بعضها، ده إسقاط قوي جدا على الحرب الأهلية. وعندك الشوت اللي مات فيه الحمار، ده إسقاط على خسائر الحرب. ومشاهد الطبيعة في الحياة الريفية في الجزيرة دي بتدل على الحزن والغضب على الوضع الراهن. الحقيقة ان السينماتوجرافي هنا موجود فيها متعة بصرية بشكل جدا رائع، فحرفيا هي عبارة عن لوحات فنية ترسمها الطبيعة. بالنسبة الميك اب ارتست هنا الحقيقة كان جدا عبقري. عمرك ما تشك ولو للحظة واحدة
ان اصابع كولن مش مقطوعة، فحرفيا مشاهد قطع الاصابع كانت حقيقية وواقعية. عجبتني جدا فكرة عدم تسليط الكاميرا على قطع الاصابع لاكتر من سبب. اول سبب هو عدم حلب الحدث ذات نفسه، علشان احنا برضو عندنا حاجات تانية عايزين نحكيها ومحتاجين اننا نركز عليها اكتر. تاني حاجة ان المخرج محبش يسترسل منك العاطفة من الحدث ذات نفسه، بل هو حب يسترسل منك العاطفة من تأثير الحدث ده. وتالت سبب بانه اسقاط على الحرب الاهلية الايرلندية في ايرلندا ذات نفسها، وان الحروب دي كانت بتحصل ما بين اقرب الناس لبعضهم، والاسباب كانت غير مفهومة، وده ناتج عن التخلف الفكري ما بينهم. اما بالنسبة للاوريجينال سكور، فالموسيقى التصويرية هنا كانت بتوحي بحالة من الكآبة والحزن على الوضع الراهن وقتها. الاغاني كان دايما فيها وصف لحدوث مشاجرات ما بين اكتر الكائنات براءة، بوصف الطيور والحيوانات بالعداوة ضد بعضهم، وده اسقاط قوي جدا على الحرب الاهلية. الموسيقى كان فيها حالة من الترقب وكارثية الأحداث اللي هتحصل نتيجة المواقف الحالية. الموسيقى دايما كانت بتدخلك في المود وبتعيشك حالة من الحزن والفراق والشعور بالذنب والحب ناحية الآخرين. فحقيقي الأوريجينال سكور هنا كان ليها طابع ورونق خاص. فكل التحية والتقدير لصانع الأوريجينال سكور وهو كارتر بورول. وأخيرا وصلنا للنهاية. نهاية الفيلم هنا كانت غير مرضية الحقيقة. كان نفس الموضوع ينتهي نهاية سعيدة بتصالح الشعوب دي مع نفسها، ولكن النهاية هنا كانت جدا واقعية، لأنها بتوصف حالة الحروب الأهلية. ووصف الحروب الأهلية هنا تم وصفه على أساس إننا ممكن ندي بعضنا شوية تقدير للأشخاص اللطيفة اللي تستحق التقدير، ولكن ستظل الحرب قائمة بيننا. ففيلم ذا بانشيز اوف انيشرين قدم لنا قصة غريبة وجميلة وغير مبتذلة، وبتحمل معاني ومشاعر قوية جدا، وفي نفس الوقت بيحمل قضية في غاية الأهمية. فخليكوا دايما فاكرين ان الفيلم ده هينافس في جوائز الأوسكار 2022 اللي هي هتبقى في 2023 بكل تأكيد، وتقريبا هتبقى في شهر مارس. وبس كده، دي كل حاجة عندي عن فيلم ذا بانشيز اوف انيشرين، ودي كانت وجهة نظري. الأهم طبعا هو وجهة نظركم انتوا، فياريت تكتبوا رأيكم في الفيلم في الكومنتس. وهنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبتكم برضو القعدة العربي الجميلة اللي انا عاملها دي ياريت تقولوا لي برضو تحت في الكومنتس ايه رأيكم في السيت اب الجديد. وطبعا لازم تعذروني عن الشادوز والحاجات اللي موجودة. شايفين الشادوز عامله ازاي؟ لان الموضوع اللي ده لسه ما اتظبطش معايا، وان شاء الله اللي جاي اقوى. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.